طلعت عين الراجل وانا بنقي البتنجان صغنن كده، اصل الواحده على البق على طول. ايه يا بنتي الخاتم الرجالي اللي انت لابساه ده كبير قوي وشكله وحش قوي على ايدك. ده بتاع ابويا الله يرحمه، اصل انا حبيت افتكره والبسه له على طول، هفضل لابسه لغايه ما اموت. لا اله الا الله يا بنتي، معلش انا ما كنتش اعرف، بس يظهر ابوكي كان بيحبك قوي. الله يرحمه. الله يرحمه. هقوم انا بقى اسلق الفراخ على ما انت تخلصي حشو المحشي. النبي يا حاجه خلينا انا اللي اطبخ النهارده، انا اكل حلو هيعجبك، ده انا شاطره. انا عارفه انك شاطره، وصراحه انا بتلكك. انا كمان ماليش نفسي اعمل حاجه النهارده، وانت بقى عايزه ادوق اكلك بقى وطعامته. اصل انت بتفكريني ببنتي صباح، ربنا يطمني عليها دايما يا رب. يا رب. انا مطلعه فرختين جوه، اصل محروس اخو الحاج صلاح هيجي يتغدى معانا النهارده. شكله طيب قوي، والله انتوا عيله كلكم طيبين ولاد حلال. والله هو طيب قوي وغلبان قوي وحظه قليل قوي. عارفه مراته ماتت من مده كده، ومن ساعتها ما شمش اي ست. يا عيني، هي كانت عيانه؟ لا يا اختي، نامت ما صحيتش الصبح. الله يرحمها. 7 سنين متجوزها وما خلفتش، ومع ذلك كان شايلها في حباب عينيه، وكان راضي باللي قسمه ربنا. لا حول ولا قوه الا بالله. الله يرحمها. على فكرة بقى، راشد امبارح كان متسلطن وكان زي الفل، وما كانش فيه أي حاجة مضايقاه. ما حصلش بقى، ده كان بيجارينا في الكلام كده. ده من المحل اللي هنا ما فتحش بقه بكلمة واحدة. ما هو من البيرة اللي شربها، ده ضارب 6 أزايز ويجي 4 5 سجاير بحشيش. في إيه؟ ما كان لازم يجي يدلق وينام في دقيقة. لا ما نامش، ده حيالله نام له ساعة وقام فط جري. لا يا اختي انا ما اقدرش اشتغل الشغلانة دي. علي لو عرف ما عرفش يعمل فيا ايه. ده بعد 7 سنين يا فتون. وبعدين انت محسساني ان علي ده دكتور ولا مدرس عربي، ده سوابق وتاجر مخدرات، وهو لسه مرمي في السجن ويا رب ما يطلع. انت مالك يا اختي عمالة تتزوقي كده ليه؟ راحة فين؟ انا كده بحب اقعد في البيت وانا حلوه. ليكي فيه؟ تصدقي يا بت، الصلاة دي عجبتني قوي. اصل انا احب حياة الليل دي قوي، خمرة ومخدرات، كل الحاجات اللي انا بحبها. ده غير الفلوس اللي بالكوم. الفلوس يا فتون احسن لك بدل اللي انت فيه، بدل ما انت عماله تتسلفي من ده ومن دي. عارفة يا اختي، عارفة ان عليا 3150 جنيه ليكي. وبعدين بقى في العبط اللي انت فيه ده، انت هبله يا فتون، ده انت صاحبتي الوحيده واكتر من اختي. انا اقصد اعملي قرش لنفسك، امني نفسك من الزمن ومن الدنيا اللي احنا عايشين فيها. اعملي فلوس يا فتون. لا يا اختي، وراشد انا خاف منه. تخافي منه؟ وده من امتى بقى؟ بقول لك ايه، راشد بتاعك ده لما الرصفه كده تاكل من جتته ويلاقي نفسه مش لاقي حق السيجاره، هو يا حبيبتي اللي هيدور لك الشغل وهيجي يقف في ظهرك، وهيبقى رجليه سابقه رجليكي. فوقي بقى وكفايه. انا هكلم فاضل، هاتي التليفون. يا سلام. تقول حاجه تانية؟ لا يا حبيبتي ده كده تمام قوي، تسلم ايديك. سمي بقى واقعدي كلي يلا. كتر خيرك يا حبيبتي. لا لا ما ينفعش يا بنتي، اقعدي، ده احنا اهل، اقعدي. ما تقعدي تاكلي، ما تكسفهمش. ولا انت مكسوفه مني؟ اقعدي كلي عشان يبقى عيش وملح. نشوف بقى عمايل زينب. ها الله، تسلم ايديك يا زينب، قسطه بجد. انت عمرك ما قلتي على اكل حد حلو قوي، اشمعنى دلوقتي يعني؟ لا حلوه قوي، كل يا بنت انت مكسوفه. يا سلام. الله 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 الله. قوي قوي يعني خدي. طب خد كده دوق. خدي بسلامه. لا 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 لا، الرز وفلفل ده يعجبني قوي. بس طب خد بسلامه. خير. هاكل دلوقتي كل حاجه. ماشي.
بقول لك ايه يا بنتي، يبقى فكرين انك انت تديني اسمك واسم والدتك، علشان ليا واحد صاحبي في السجل المدني علشان يطلع لك بطاقه وشهاده ميلاد بدل اللي ضاعوا منك. انا اسمي زينب احمد محمد احمد حسين. حلو. ووالدتك؟ نعمة سيد خليفة. كويس قوي. يبقى اكتبيهم لي كده في ورقه عشان انا بنسى، الواحد قاعد مش دفتر والله. حاضر يا حاج حاضر. ما تاكل يا محروس، ما تاكل يا زينب. امسكي يا زينب، امسك يا محروس. تسلم ايدك يا حاج. يلا. عارفه بولة الميه اللي بيحطوها للموظفين؟ جبت منها 4 حطيتهم على المسرح. يا نجم حبيبي يا نجم، ايه الخطوه العزيزه دي؟ مشرفنا. ازيك يا فاضل؟ ازيك يا نجم؟ اخبارك ايه؟ ايه الحلاوه دي؟ اتفضل يا نجم، اتفضل هناك، اتفضل يا نجم. وادي يا كهربا. ايوه تعالى يا واد النجم هنا. صباح الفل يا نجم. انت تلوي دراعي يا فتون عشان عارفه ان انا معشفر. لا اسم الله على مقامك، انا اللي مليونيره. سيبني في حالي يا عمنا. عندك حق، انا غلطان. انا المفروض اسيبك وكل واحد مننا يشوف مصلحته فين. عايز تسيبني يا راشد؟ عايز تسيبني وانا محتاجه لك؟ هو ده اللي علي وصاك عليه؟ كويس قوي انك لسه فاكره ان في حد اسمه علي. لا فاكر، بس كنا ناكل ونشرب منين؟ ما تنطق. تقومي تطلعي تتهزي وتترقصي وانت عريانه وسط الناس. لما يطلع جوزك اقول له ايه؟ اقول له اشتغلت ورا مراتك صبي علمه من عرق جبيني؟ لا انت لازم تفضل معايا عشان تشهد ان انا ما عملتش كده غير لما اتطربقت على دماغك ودماغي وما كناش لاقيين ناكل. يمكن ساعتها علي يصدقك. انا مش مصدقك يا فتون. انت ما يهمكيش غير نفسك. جوزك اتسجن واختك طفشت وما تعرفيش اذا كنت هتشوفيها تاني ولا لا، ولا فارق معاكي. جايه هنا عشان الفلوس والخمره والحاجات اللي انت بتحبيها. فتون حبيبتي انت بتعملي ايه هنا؟ يلا يا حبيبتي السيما بره. باي. يلا ايه الهدوم دي؟ هغير بره. يلا. رشاد اوعى تمشي، استناني. هيا اخويا. اصحى لينا، احنا جينا والكل هيبقى عينه علينا. يعني اديني عقلك، يعني اديني وقتك واستمتع بيه. يعني اللي يحضر العفريت يعرف يصرفه وما تسألنيش هصرفه منين. يعني الصرف لحامل البطاقة. يعني الفنان الليل، اسطورة الغناء الشعبي، الرجولة، القنبلة، الصاروخ. يعني ايه يا حاج؟ يعني مش هنعرف نطلع لزينب بطاقة؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ده أنا بقالي شهر على الحال ده. يا دي الكسوفة ودي وشك منك وفين؟ ليه يا حبيبتي ليه بس؟ ده انت في بيتك هنا وفي عينينا، ده انت ماليتش عليا البيت بدل بنتي صباح. مفيش حاجه يا بنتي، بس هو في مشكله صغيره كده، ان اسمك متشابه مع اسمين، وكذلك اسم والدتك متشابه برضه مع 2 ستات، واحده من المحله والتانيه من سوهاج كده على قد ما افتكر. وانت كمان كنت قلتي لي ان البطاقه الشخصيه بتاعتك اللي ضاعت منك كانت طالعه من اسم عين شمس. طب ما اقول لك على حاجه يا صلاح. قول يا. طب ما احنا ممكن نعمل لها بطاقه جديده خالص باسمها وشهاده ميلاد جديده زيها برضه على انك ساقطه قيد. هو كده ينفع؟ لا كله بينفع، بالفلوس بينفع، بالمعارف، بالحب، كله بينفع، مفيش حاجه هنا بتنفعش. بس هو كده يبقى حلال يا حاج؟ والله الضرورات تبيح المحظورات يا حاج.
وبعدين انت مش بتقولي ان هي بنت ناس وانت ضمناها وزي بنتي؟ يا لهوي دي بنتي فعلا. طب هتسيبيها كده بلا هويه؟ خلاص بقى يا زينب، مقضيه باذن الله. بس انت بقى روحي هاتي لنا السمك قبل ما يتنقض. حاضر يا حاج. وهركب المشروع من ناحيه البحر صح؟ برافو عليكي يا اختي فالحه. وليه ما انا اوصلها؟ ما انا كده كده نازل. حلوه قوي، ده جات لك توصيله على الجاهز. خلي بالك من نفسك. حاضر يا حاج. ونقي السمك طازه وحلو. هعمل كده. خلي بالك عليها، دي امانه عندنا يا ابني. فنان صلاح. يلا السلام عليكم يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هرجع لك انا تاني اكلمك برضه. ماشي مستنيك. فاكرين يا حسين بتعملي ايه؟ ما الحاجه مدياني فلوس. والله العظيم ما يحصل قوي. ماشي. خلاص السلام عليكم. بس انا خايفه الحاجه تزعل. من ايه؟ عشان ما اشتريناش السمك من الحلقه زي ما هي قالت. يا ستي ما تخافيش، الراجل ده حاجته بتطلع من البحر طازه، وانت منقيه كام سمكه حلوين. ولسه لما تدوق وعمايل ايديا. يا ستي تسلم ايدك من قبل. اسكندريه حلوه قوي. اسكندريه طبعا عروسه. استاذ محروس، هو انا ينفع اطلب منك طلب؟ انت تأمري. هو مرسي ابو العباس قريب من هنا؟ مرسي؟ يعني مش قوي. خير؟ اصل كان نفسي اروح ازوره واقرا له الفاتحه. ينفع؟ ينفع طبعا. بجد؟ طبعا. انت بتحبي بقى تزوري الاولياء وكده؟ هو ده بقى يا ست المرسي ابو العباس. بسم الله ما شاء الله. انا هنزل اصلي بقى. يبقى ادعي لي معاكي بقى. ايه ده، انت مش نازل معايا؟ انا استناكي هنا. ماشي. ما تاخريش يا زينب. حاضر. قوم يا اخويا، بقينا العصر. قوم لف لنا سجاره كده نصطبح عشان عايزه اروح الشغل بدري. انا مش هروح معاك المحل تاني يا فتوح. هي البانه في ايه؟ حصل ايه؟ ما خلصنا. ده احنا راجعين امبارح من الشغل، شغل يوم واحد ب 1500 جنيه. يا ستي روحي انت، انا وجودي معاكي ملوش لازمه. لا ليه؟ وانت عارف انا لو نزلت الصاله لوحدي هتاكل. انت سايق عليا العوج ليه؟ ايه اللي في دماغك؟ اللي في دماغي بيقول لي ما اجيش معاكي تاني. يا ابن الحلال نستند على بعض، وهو اللي يسري عليك يسري عليا. يو بقى يا فتون، انا عندي حفر عايز اردمها، سيبيني في حالي بقى. حفر ايه يا اخويا اللي انت عايز تردمها دي؟ كنش عسلية. هي ممكن تكون بلغت عن قتل الحسن ومصيبة الونش. انت صدقت اسبوع العسل اللي عشته معاها؟ ده احنا طبخينه سوا. عسلية عمرها ما حبتك ولا طاقتك ولا شافتك راجل اساسا. يا حاج صلاح، انا شغلتي نلف في الشوارع ونقابل الناس، يعني بنعرف في البني ادمين. وزينب دي روحها طيبه والله يا اخويا انا شايف اللي انت شايفه بالظبط، بس قول يعني لو تدي لنفسك فرصه شويه تفكر. افكر عشان يحصل ايه يا صلاح؟ البنت مقطوعه من شجره وقاعده معانا، ايه اللي هيتغير؟ طب هنسال مين طيب عشان نعرف عنها حاجه؟ وبعدين بيني وبينك اخويا، انا ما صدقت ان قلبي مال لواحده بعد ما ملفت الله يرحمها. بص يا صلاح، انت كلم الحاجه ام صلاح خليها تسالك اذا كانت توافق تتجوزني ولا لا. من عناية واللي فيه الخير ان شاء الله ربنا يعمله. مستعدي عليا تقولي هاي باي او جاي. انت زعلان مني ولا ايه؟ ازعل منك ليه؟ يا ساتر، ضربتني على ايدي يعني؟
مثل بيقول محتاج غناجه. انت واخدها على شنبك قوي كده ليه؟ بس الموضوع ابسط من كده، انت معاك مشروع يكسبك الماظ. دي رقاصه شاطره، لو عرفت تدورها كويس هتدخلك في الليله ولا 10 بواكي. مالك متنحرم قوي كده ليه؟ وهتنحرم ليه يعني؟ هو بس الكار ده جديد عليا. انا هخش الحمام. يا اهلا، يا الف اهلا وسهلا. اهلا اهلا اهلا. ايه القمر ده؟ ازيك يا فاضل؟ انا كويس. المهم انت يا بناء طمنا عليك فين؟ كان شويه مصالح كده ولازم تخلص. المهم الحمد لله على سلامتك. طبعا الحمد لله على سلامتك يا جميل. بس ايه الحاجات الحلوه؟ مين الرقاصه دي يا فاضل؟ دي رقاصه جديده اسمها سلمى. اول محل تشتغل فيه عندي انا. مفاجاه صح؟ ايه لا مفاجاه؟ طب ايه؟ مش عازمك على ويسكي في محلك؟ حبيبي ترابيزتك جاهزالك، اصطبح وانا هخلص شويه مشاوير كده وجاي لك على طول. صباح الفل. نمتي ولا لسه؟ لا ده انا لسه كنت هصلي. طيب انا عاوزاكي في كلمتين. اقعدي. صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. محروس اخو الحاج صلاح عايز يتجوزك، ايه رأيك؟ لا اله الا الله. انا بقالي عندكم بس 3 اسابيع وما اعرفش محروس، وبعدين ده ما بيصليش. يوم ما وصلني سوق السمك طلبت منه ازور المرسي ابو العباس، وقام وداني وفضل واقف على باب الجامع وانا كنت مستنيه يدخل يصلي وما صلاش، وكان وقت صلاه الظهر. طب انت مش بتصدقيني؟ محروس ده مفيش اطيب منه، لو لفتي الدنيا كلها مش هتلاقي راجل في طيبته. طب ده اللي عمله مع مراته الله يرحمها مفيش راجل في الدنيا عمله، ده كان شايلها على راسه شيل. غير كده بقى محروس عنده شقة ملك وعنده تاكسيين، هو مش بعيد عن ربنا، ده قريب منه قوي. بس ساعات الراجل كده بيحتاج زوجة صالحة تدفعه كده وتعدل حاله ان شاء الله. وانا ما بضغطش عليكي، انا بقولك فكري وقولي لي رأيك. هو انا عايزه اسالك سؤال يا حاج. اسألي يا حبيبتي. هو انا لو ما اتجوزتش محروس هتزعلي مني؟ لا اله الا الله، ليه بتقولي كده؟ جوازك من محروس حاجة وحبي ورعايتي ليكي حاجة تانية خالص. وسواء اتجوزتي محروس او ما اتجوزتهوش انت بنتي، هتفضل عيني عليكي مراعياكي برضو وبتحبك. ربنا يخليكي ليا يا حاج. اسم الله عليكي يا حبيبتي، لا اله الا الله. ليه يا حبيبتي كده؟ ده انت زي صباح، ده انت بنتي. ربنا يخليكي ليا يا حاج. حبيبتي ايوه يا راشد، انت فين؟ ايوه يا فتون، ابو هناء في الصاله. ابو هناء بتاع المخدرات بجد؟ بجد ايه يا مجنونه؟ انا مستنيكي بره. انت مال صوتك كده؟ مالك متوتر كده ليه يا اخوي؟ يا نسيبتي تكونش انت اللي قتلت الونش؟ ونش ايه وزلت ايه دلوقتي؟ احنا في مصيبه، اخلصي. مصيبه؟ يا ساتر يا رب. لا على طول يا اخويا، البس واجيلك ثانيه واحده. عيني يا بنات. الرقاصه الجديده فين؟ عايز اقول لها كلمتين، ينفع؟ ينفع طبعا يا سيدي الرجاله. بص هي لسه عندها ندى، هتخلصها واجيبها لك على حدود رقبتها عدل. صباح الفل. رسيني يا راشد،
بدل ما انت مجرجرني زي المعزه من الصاله اللي هنا وانا عمال اقول لك حاضر. نفسي اعرف فيه ايه، ما تقول. يا فتون يا فتون، انا خايف عليكي زي ما انا خايف على نفسي. والنبي ده انت ذبح 2 واخدني على جناح الاونطه. ايه اللي انت بتقوليه ده؟ انت مجنونه. لو سمعتنا هتودينا في داهيه. يا نهار ابوك اسود، قتل 2 وجايبه لي هنا. انت عايزه تعملي في ايه؟ توديني في داهيه؟ الله يخرب بيوتكم. يلا غور يا اخويا، دي فيها اعدام. اتفضل لو سمحت امشي من هنا. يلا امشي بقى، خليني اعيش. ماشي يا فتون، بس زي ما قلت لك انت مبطوطه معايا في الاتنين. ليه؟ عايزني اتعدم مكانك؟ بتغفليني يا فتون؟ ليه يا صاحبتي؟ عايزه توديني في داهيه ليه؟ اهو غار خلاص، لو عايزاني امشي امشي. والله بقى اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. لا مؤاخذة يا معلم، أنا والله بعتذر لك. يعني آسف جدا جدا جدا. أنا مش عارف أقول لك إيه. واضح إن أنت نسيت يا فاضل، أنا بشايش. لا مؤاخذة تاني، أنا كده مش عارف أقول لك إيه خالص. تقول لي إيه في إيه؟ تلاقيها لما لمحتني في الصالة كتت. لا 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 يا معلم، أنت كده لازم تحكي لي بينك وبين البت دي أول ما شافت وشك يا أخويا انكمشت على طول وجريت وكتت بره الكباريه. أنت شفت معاها واحد اسمه راشد؟ شفته. الواد ده قتل واحد غالي عليا قوي ولازم يقع. طب وسلمى؟ اسمها فتون. عارف هي ليها علاقة بقتل الواد ده؟ لا. خلاص أنا هحاول أروح للبت اللي عرفتني عليها، اسمها غنوة، وهي هتودينا ليها. لا احنا ملناش دعوة، الحكومة هي اللي هتروح. أيوة يا معلم، بس أنا كده هبقى أزيد غنوة جامد. في إيه؟ هي يا دوبك خيط الحكومة تشده وتجيب آخره. الواد مستغفلهم الاتنين وما يعرفوش هو عمل إيه بالظبط. أنا المصلحة بالنسبة لي إن الواد ده يغور خالص واستفرد أنا بقى بفتون. كده تبقى المصلحة واحدة. حلاوة. يا حمام، صبح يا حمام، عامل ايه؟ انا تمام الحمد لله. لا والله انا حصل معايا حكايه في بولاق كده يا راجل، ده انا بقالي فوق الشهرين مختفي. بقول لك ايه، طب انت معكش فلوس؟ انا اصلا لا مش مبلغ، 150 جنيه كده امشي نفسي لحد ما اتدق. عارف والله مكسرة على الكل يا حمام. ماشي يا حمام، ليلتك بتضحك. سلام يا حبيبي، سلام. عم انسي سيد الناس. انت مين؟ انا راشد يا عم انسي، انت مش مصدق؟ راشد مين؟ راشد، ما سجلتش رقمي؟ يا عم احنا كنا ليلتها متدرمغين، حد كان فايق يسجل نمر. بقول لك ايه يا عم انسي، كنت عايزك في موضوع كده. ما كلمتنيش ليه؟ انت فين يا عمنا؟ انت ما يخصكش انا فين يا راشد. عايز اشتغل والنبي يا عم انسي. بكره انا عايزك من نجمه تجيلي، اي وقت تصحى فيها هات بعضك وتعالى. سلام. كده تمام، تساوي 50 جنيه. امور يا فندم؟ لا هو مفيش دكتورة ست هنا؟ لا في. ماشي هستناها. تعالي يا دكتورة منار. السلام عليكم. وعليكم السلام، اتفضلي. هو انت لازم تسمع؟ ممكن تمشي لو سمحت؟ انا عرفت انه بيتباع عندكم يعني حاجه كده مستورده. ايه هو دواء؟ لا هو مش دواء. امال ايه؟ اصل انا هتجوز. الف مبروك. الله يبارك فيكي.
فهمتي؟ لا انا اسفه ما فهمتش. مش تقولي عندي الهندي ب 480 وعندي تايلاندي ب 800 وفي حاجه صيني ب 300 جنيه. صيني صيني. ماشي ثانيه واحده. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مش انت؟ فين تعالي يا حبيبتي. خشي برجلك اليمين. نورتي بيك. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. تجري كده على طول. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. ألف ألف مبروك. الله يبارك. الأكل عندكم أهو، عايزاكم تخلصوه كله. ان شاء الله. بألف مبروك. تسلم ألف مبروك يا حبيبي. حبيبي يا اخويا. ألف مبروك. ألف مبروك يا زينب. جدع ربنا يبارك فيك يا مصر. عايزين العيال تملى تعيش يا البيت. ها حبيبتي. يا رب. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ شد حيلك. مبروك. مبروك يا محمود. ربنا يهدي سرك. ربنا يتمم بخير يا رب. الله يبارك فيك يلا يا جماعه متشكرين. تعالى يا رب كده جوازة الهنا. يلا. اسبوعين ها نجملكم في الافراح. سيبوا العرسان لوحدهم. يلا. يلا يلا يلا. نجملكم في الافراح ان شاء الله. الحمد لله الحمد لله يا رب. الحمد لله. ايه ده؟ تعالي هنا يا بنت. ايه اللي موقفك هنا؟ يا هاله تعالي خدي بنتك. عايزه اقعد معاهم شويه. مفيش شويه ولا شويتين. يلا يا بنت تقعدي يلا فين؟ يلا. ما تخلصش الاكل كله. حاضر. حبيبي يا صلاح. كانش راضي يقفل. نورتي بيتك يا عروسه. ايه رايك في الشقه؟ حلوة. والله انت اللي حلوه وزي القمر. انا عايز نقولك على حاجه. يمكن يكون الوقت مش مناسب، بس هنقولك. انا كنت بحب مراتي الله يرحمها اكتر من اي حاجه في الدنيا، ولما ربنا افتكرها قلت خلاص مفيش واحده ست ممكن تخليني افكر اتجوز تاني. لحد ما شفتك ساعة ما كنا في المكتب. عارفة، حسيت بإحساس غريب كده جوايا. عارفة طلع إيه؟ ايه؟ إن قلبي حبك يا زينب. صحيح إن يعني ما عرفناش بعض الفترة الكافية، بس أنا حاسس إن إحنا هنكون مبسوطين أوي مع بعض ونخلف يجي 15 عيل. بس انا في حاجة لازم اقول لك عليها يا محروس، وما ينفعش اخبيها عنك. حاجتي اللي ما ينفعش تخبيها عني يا زينب. اصل انا مش هينفع اعيش مع واحد مش قريب من ربنا. انا عايزاك تصلي يا محروس. يا ست صلي. عايزة نصوم اثنين وخميس كمان. عايزاك تأم بيا واصلي وراك عشان ربنا يكرم الجوازة دي. إن شاء الله هيكرم. ده أنت وش الخير. تعالي. وفجأة ضلمت في وشي يا عم ونسي. يا عم الدنيا ما اتطربقتش. روق. انا بعونك يا رب لو عايز طاقية لخفة واطيرك بره البلد لا يحصل في ثانية. انت ما تعرفش ان اخوك بقى ساحر الصحراء ولا ايه؟ السجاير بتاعتك يا كبير ملفوفة وجاهزة و100%. قشطة يا كابيلو. حبيبي يا معلم. عندنا لك الحريم. خلي البنات تدق الزار علشان أزهار.
ليلتك فول يا كبير. صباح. عارف السحلية أولها فين؟ لما حبيت عسلية. من بعدها كل شيء ضاع. قصدك كل شيء اتلزق. بص يا صاحبي، أنا الدنيا علمتني إن اللي فات اتدفن واتاخد عزاء. صح. بقول لك ايه؟ قول. عايزك تشوف لي مطرح تقف فيه. جرى يا راشد، ما تفك الحم دماغك شوية. انت هتقعد معايا في المطرح هنا، وهنا لا حكومة طولك ولا سوسن بدر تشوفك. أو تشغلني بقى، اروح واجي وبتاع. وشاي بالنعناع، طول ما انت جنبي هروشك. امين؟ امين. ايوه ايوه، في ايه؟ في غنوة؟ ايوه انا. في ايه حضرتك؟ تشوفوا البيت. طب عايزه افهم بس حصل ايه؟ راشد فين؟ لا ماما ما اعرفش. تعرفيش؟ فتون؟ ايوه يا بيه، انا خير. تعالي لي بقى كده حلوه، تعالي خفي حالي شويه، خفي نفسك. راشد فين؟ ما اعرفش عنه حاجه يا بيه. وما دام ما تعرفيش بايته بره بيتك ليه؟ اصل راشد يبقى جوز اختي. اختي عسليه ضربني يا بيه، اقعد له سبت الحاره وجيت عند غنوه. ما تحوريش يا بنت، احسن عليا النعمه. انا بس عليا ده دم وانت واقفه. انت سامعه؟ راشد كان معاك امبارح وخارجين انتوا الاثنين من الكباريه بالليل سوا. حصل؟ ما حصلش. باشا، راشد كان عندي هنا وانا طردته الساعه 2 بالليل ومشي. طردتيه راح فين؟ والله العظيم ما اعرف. بس كده بقى نروح القسم كلنا وهناك بقى نتكلم براحتنا. نروح الاسم ليه يا بيه؟ سلم على بعض. والله احنا ما عملنا حاجه. انا ما عملتش. وحياة ربنا ما عملنا حاجه. بسرعه. طب اغير هدومي يا بيه، استر نفسي. طب يلا يا اخي انتوا ايه بسرعه؟ اللي انت بتقوليه ده لما يسالوك عن راشد قولي ما اعرفش. ما اعرفش ازاي؟ هيبهدلونا في الاسم بدون، ودي جزاتي علشان شلتكم عندي في البيت. الله يخرب بيوتكم. طب يلا يا بنت انتوا ايه؟ لسه هتفرشوا؟ حاضر. والله يا اختي انتوا ايه؟ ما تكلموش مع حد. العربيه على طول. يلا. يا ليلى ليلى ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ما انت جميل يا ليل ويا ما فيك مواجع يا ليل يا ليل يا ليل تخون عيشي ليه تخون عيشي ليه وانا بيدي خبستولك وتخون عيشي ليه وانا وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه وتبوح بالسر ليه. اخلص يا ايه ده؟ في ايه يا عم؟ انا كلمتك، انا بغني. وتبوح بالسر ليه وانا سرك كتمتولك وخاين العيش يا ربي.
اوعى تغني تاني. قطع لسانك فاهم؟ علي انت بتعمل ايه؟ اوعى يا جدع انت سيبه، الواد هيموت في ايدك. معلش يا كمان، والله ما كلمته. معلش يا اخي، الله زميله مزنوق، الله معلش ما تطمنش على اهل بيته بقاله فتره. ايه يا علي؟ تعال، الواد ما عملكش حاجه يا اخي. لا في ايه؟ استهدى بالله استهدى بالله. هو عمل ايه عشان ده كله؟ بس بقى يا ابني بقى، خلاص اسكت. ايه؟ مفيش اخبار برضه عن الجماعه اللي بره؟ مفيش. لا خير ولا شر؟ لا اله الا الله. معلش ربنا يطمنك يا الله. يا بنت طمنيني عليكي، ليلتك عدت تمام؟ يا بنت اتكلمي وريحيني. ما تتكلمي بقى. اقول لك ايه بس يا حاج، ده انا امبارح كنت هموت من الخوف وربنا كان باين عليكي. طب عارفه والله انا ما نمت طول الليل من قلقي عليكي. بس امانه الله يا حاج، محروس ده طلع طيب وابن حلال قوي. الا قولي لي، هي مراته بقى لها قد ايه ميته؟ بقى لها كده يجي 2 سنين، وعارفه من ساعتها ما شمش ريحه ست. بس بقول لك ايه، محروس جوزك ده ايده سايبه، انا مربياه وعارفاه. عارفه ده لو كان وعي روحه كان زمانه بنى عماره. ما هو باين. الله اكبر عليه، ده كريم قوي. بس لازم بقى تاخدي بالك منه. انت سنه والتانيه هيبقى عندك عيل ولا عيلين. رتبي حياتك بقى يا حبيبتي. على مهلك عليا شويه يا حاج، انا ما اتجوزتش قبل كده يعني عشان اعرف اللي المفروض واللي مش مفروض يتعمل. انت بس فهميني وانا هنفذ. هقولك. بص يا حلو، احنا عايشين معاكي لحظه بلحظه متابعينك وعارفين كل حاجه عنك، فاحسن لك ما تنكريش. بقى مرت ما كانوا عندك في البيت ونزلت اتمشيتي في الحاره بعد ما الونش اتقتل. ايوه يا باشا، ما هما كانوا عندي علشان فيتهم صاحبتي وانا كنت بضيفهم، وهما لما بعتوني الحاره انا سمعت كلامهم ورحت، بس والله العظيم ما كنت اعرف فيه ايه، وهو ده كل اللي حصل. اللهم طولك يا روح. ايه يا حلوين؟ هتقولوا ولا مش هتقولوا؟ والله العظيم. عجبك؟ بص بقى يا فتون، هتقولي راشد فين؟ هروحك من هنا وهنبقى حبايب. هتلفي وتدوري، هلبسك قضية قتل الونش. والناس كلها كده كده شايفاكوا رايحين جايين وعارفة الخناقة والسياح اللي كانت بينكم. هو أي واحد يترازل على واحدة وبتقتله؟ والله العظيم يا بيه ما أعرف حاجة عن راشد. طب هو امبارح كان عند غني، أنا كرشته. تظاهر عليكوا وهتلكوا كتير. بقول لك يا أحمد بيه. عمر يا باشا. شايف المزتين الجامدين دول؟ أكيد. عايزك تروقهم لي وسمعني اللحن. يا باشا اعتبره حصل. يلا يا حلوه انت وهي. لا يا باشا بص، انا يلا. لا يا فتون هتكلم. بص يا باشا، لما راشد وفتون كانوا عندي انا سمعتهم بيتكلموا، وكانت فتون بتسأل راشد على موضوع قتل الونش، بس بصراحة والله العظيم اللي انا فهمته ان فتون ما تعرفش حاجة عن الموضوع ده، وكمان اتكلموا عن واحد اسمه الحسن. تقريبا كده اللي فهمته ان راشد قتله بجد. الحسن ده يبقى خطيب عسلية اخت فتون، وانا والله ده كل اللي اعرفه. والنبي يا باشا عايزه اروح. ايه روح ما بعدك روح بقى. الله يخرب بيتك. تمام، حلو قوي كده. جو حلو قوي النهارده والبحر جاي. انا قلت اجيب بقى شط عايده، ده انضف شط في اسكندريه كلها. بس انا عايزك تاخد بالك عشان شكلك داخل على دور برد. لا مفيش، ده زبون امبارح رخم خرجنا عن شعوري. معلش يا اخويا. فين البتاع؟ هنقعد هنا بقى. ما نقعد زي ما هو عادي هنا ولا هيطردونا ولا ايه؟ يطردونا مين؟ انا ليا معارف هنا وحبايبي كتير. خش زي الباشا. ماشي يا باشا. اقعد.
اللي ايدك مخرومه وكان ممكن بدل التكسين يبقى عندك عماره زي ما ام صباح قالت لي. فين مخرومه بس؟ ما هي زي الفل يا ستي. هو احنا هنعيش مرتين؟ هي مره واحده والحمد لله. انا مستوره معايا ومرزق، دي نعمه ولازم نتمتع بيها. سيبك من كلام ام صباح، كل واحد يعيش على الطريقه اللي تريحه. شكلك كده على طول هتعمل اللي في دماغك وتقول لي على اللي يقنعك بس. لا خالص، احنا نتكلم ونتناقش والاصلح لحياتنا يمشي. برضه يعني مش هقدر انكر كلامك حلو وانا مش عارفه اقول لك لا على حاجه. طب انت بتضحك عليا؟ انا بتكلم بجد والله. طب يا ستي خلاص، انا مش هتناقش معاك في حاجه تاني. اللي انت عايزاه اعمله حلو كده. ربنا يفرح قلبك ويقدرني ان اساعدك واهنيك. هو انت ايه حكايه الخاتم اللي انت لابسه فيه؟ تاني؟ وانا قلت لك ده بتاع ابويا، وانا قررت ان انا عمري ما هقلعه من ايدي. الله يرحمه، انا كان نفسي اشوفه والله. هو كان كفيف بس كان طيب وبيصلي وما بيفوتش فرض. كان كلامه حلو يدخل قلبي كده يطمنك. كنتش بمل من القعده معاه. متهيألي كل الابهات لازم يبقوا زيه. هو كان راجل جميل واسمه جميل. هو مين ده اللي اسمه جميل؟ انت مش قلت لي ان ابوك اسمه احمد محمد؟ هو ما انا احكي لك، هو كان له اسمين. اصل انا ابويا كنا ما بينا يعني بندهله جميل، بس في البطاقه والورق الرسمي كده كان اسمه احمد محمد. كنتوا بتدلعوه يعني. طب ما انا كمان ليا اسمي. بجد؟ واسمك ايه بقى غير محروس؟ روسة، بس اصحابي القريبين بس هم اللي بيندهوني بيه. روسة؟ انت قولي لي يا روستي. امسك كده. روستي ايه؟ محروس كده احلى وارجل. مش عاجبني روسة ده. يبقى محروس. اه يا سلام، انا عايز اكل دي. عيب كده قدام الناس. يا ستي احنا براحتنا، محدش حاجه عندنا يا زين. الهامي، هي الناس ماشيه ملط كده ازاي؟ انت عايزهم يمشوا ازاي؟ ده صيف يا زينب، الناس على الشط. ايه اللي صيف؟ عيب تقول كده يا محروس، انت متدين وتعرف ربنا. استغفر الله العظيم، برضه الستر حلو. انت بتبص على عادي عادي. هو ايه اللي عادي؟ ايه المشكله؟ الناس فاتة هنا صباح. انت رايحه مرسى ابو العباس. ده خطوتين من هنا. استغفر الله ربي واتوب اليه. هات. ايه يا زوزة؟ يا قلبي بقول لك ايه؟ قول لي. ادخلي جهزي الزار علشان ازار. ماشي يا باشا، بس بقول لك ايه، صاحبك ده مموت نفسه شرب. واحنا هنموت نفسنا زار. ماشي يلا يا يا زوزة. يا هو ايه يا عم؟ البت دي وحشة ودي كمان. أنا كنت متجوز أحلى واحدة في الدنيا. اللي هي مين؟ عسلية. عسلية عسلية دي حتى تبقى ملزقة. هو ماله ده؟ ماله لونه غامق كده ليه؟ زعلان من نفسيته وعايزين ندق له الزار علشان ازار. ما تيجي ندق الزار يا وحش.
خرجنا يا فتون. لو كنت مشيت ورا دماغك وحورت على الظابط كان زمانه بهدلنا وما شفناش الشارع. خلصت؟ خلصت يا اختي عشان انا اللي خلصتها. واديكي خرجتي من الحوار ده كله زي الشعر من العجين. انت يا بنت هبله، انت فاكره ان الظابط يعني خلقنا عشان الكلمتين بتوعك دول؟ ما هم عارفين كل حاجه يا اختي. لا يا حبيبتي، ما كانش يعرف حوار اللي اسمه الحسن ده. نبي يا اختي انا حاسه ان هو مخرجني عشان ابقى طعم يجيب بيه راشد. والله العظيم انت بنت هتقعدي تتكلمي معايا كده زي ما نكون خارجين من كوافير. هو انت اللي متضايقه يا فتون؟ على فكره انت اللي جرجرتيني على الاسم وبهدلتيني. طب طمنيني، هتروحي فين ولا هتعملي ايه؟ رايحه في مصيبه. اختي القرف ده. طب هتروحي على الصلاه ولا هتعملي ايه؟ طب لو فاضل سألني اقول له ايه يعني؟ مش فاهمه. لا ده انت هبله. حرام. طب مش كنت تستني نصلي سوا؟ لا ده مش العشاء، انا بصلي ركعتين شكر لله. اصل انا ربنا كرمني بيك يا محروس. والله العظيم ربنا كرمني انا. ده انا حاسس ان انا دخلت الجنه. انا هروح نحط الشاي على النار ونرجع نصلي سوا. خليك انت، انا هعملهولك. انا عايز اعمل لك شاي بايدي. الحمد والشكر ليك يا رب. والشاي الشاي الشاي اعمل لك يا حبيبي الشاي بعد ما شفتك كنت الشاي يا حبيبي يا حبيبي الشاي 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 الشاي. ايه يا محمود؟ يا بنت الكلب اوعي الزحلافه. عشان خاطري لا احكي لك. تحكي لي ايه يا زين؟ ما تقتلهاش. ما تمسكهاش. سامحني، ما تعملش كده، بتتخض. يخرب بيتك يا زينب، يخرب بيتك يا زينب، دي تبعك كده. يخرب بيتك. خضتها. متتخضيش حبيبتي، متتخضيش، متزعليش. تعبت يا فاضل، حاسه ان جسمي كله مكسر. كانت ليله سودة اللي قعدناها في القسم دي. الله يخرب بيتك يا فتون. اريحك يا حبيبتي؟ لا ما انا عارفه يا اخويا اللي فيها. يا اختي دايما فقساني كده. كملي، الظابط عمل ايه؟ يا دوب هو قال لي الامنا يحفلوا علينا وانا اترعبت، قلت لا وانا ماليش فيه. رحت حكي له على كل حاجه. اوف 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 اوف، دي تلاقيها اتروقت. لا اتروقت ولا حاجه، ده يا دوب هم 3 4 اقلام الظابط اداهم لها احتياطي يعني، علشان لو مخبيه حاجه تعرفها عن الواد. يا اختي ايه الساديه دي؟ وخرجت معاكي؟ دي ما عندهاش دم، وهي قال لي اللي زعلانه وهشتني من على باب القسم. ده هي اللي بلتني بمصيبه. ايوه بس طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام، وطالما هي تمام يبقى اكيد راحت على بيتها. طبعا راحت على بيتها، هي لها متوى غير هنا او في بيتهم؟ طب قومي هزي. نعم. هو انت عارف انا ليا في الهز؟ يا حبيبتي فهمتيني غلط. قومي هزي طولك عشان نروح لها. حتى الهز ده ماليش فيه، عايز تروح لها روح لها لوحدك يا حبيبي. وبعدين انا في حاجه عايزه اقولها لك بقى بصراحه كده. قولي. ده غير انها جابت لي هنا قتال قطه، لو كانت هتوديني في 60 داهيه. دي كل اللي حواليها لبش، وجوزها تاجر مخدرات وفي السجن اهو، واختها كمان هربانه ومحدش يعرف لا هي فين ولا بتعمل ايه. ما يلزمنيش يا حبيبتي، ما يلزمنيش كل الهري اللي انت بتقوليه ده. انا كل اللي يلزمني حاجه واحده بس، طالما هي خرجت معاكي يبقى هي تمام. برضه ماليش فيه، عايز تروح روح لوحدك،
مش هروح معاه. مش برضه هنروح لها؟ لا مش هروح لها. طب قومي اديني العنوان او اديني بوسه. طب اديني اماره. دايما بتصديني كده. يا اخويا خليك في العنوان، ما انا عارفه اللي فيها. حد يربي سحليه يا زينب. دي حربايه. اهلا وسهلا. شيليها بس من قدام، انا مش قادر نبص لها. ليه؟ دي غلبانه، لا بتهش ولا بتنش، مطرح ما بتحطها بترضى وبتوافق. والله العظيم. طب يبقى هاتيها تنام جنبنا يا زينب. دي مخليها معاكي ليه؟ اصل انا اي حاجه بحلمها بتتحقق، وانا حلمت بيها. بالحربايه؟ جات لي في المنام وبتتكلم. قالت لي ايه بقى؟ لا دي رؤيه كده. قالت لك ايه الحربايه يا زينب؟ قالت لي ان لو صاحبتها ربنا هيبعت لي ايام حلوه ويسعدني. فتاني يوم وانا على الكورنيش بفطر رحت شفتها فافتكرت الحلم، فرحت جايباها وجايه على طول. وبص ربنا حقق الحلم واكرمني باجدع راجل وبيت وعيله. ادعي بس معايا محروس ربنا يكمل الحلم ويحققه وتفضل معايا طول العمر. ربنا ياخدها. بص حلوه، الوانها بتتغير حسب. حلوة ايه بس يا زينب؟ حلوة ايه يا زينب؟ بص كده برضه هتتعود عليها. بص جوزها لما جه يسأل عليها طلبت منه اصطفى، قال لي ان هو وقف شغل عشان متخانق مع مراته اللي هي عسليه. اهدى بس شويه علشان ماما عامله معايا مشاكل كتير قوي اليومين دول. بيس. المهم اتعرفت على ولد تاني اشيك بصراحه وكلاسي، ولد ديلر كده حلو، احسن بكتير من راشد ده كان لوكال قوي. وانت؟ مفيش. منى عرفتني على ديلر بنت، انما ايه هي واصطفاتها احلى من بعض. بس كل ما اجي اكلم البنت الديلر دي تليفونها مقفول، مش عارف اصطف منين. هي منى ايه اخبارها صحيح؟ شو سنيفنج ات هوم، ابوها قفشها ضرب بقى وخناق وزعيق والدنيا اتقلبت. اتسوحت، خدها ووداها المصحه. اللي حكى لي الحوار ده الواد كيكو ابن خالها. مصحه؟ دي فيها على الاقل شهرين مثلا. مش بادئ بدري كده على الصبح؟ بدري ايه بس؟ انا ما بقتش بعرف اعمل اي حاجه من غير ما اصطبح. اصطبح؟ مش لاقي عليك خالص اصطبح دي. الله يرحم I come from London. انت بقيت قديم قوي. ازيك يا ماما؟ هاي يا طنط، ازيك؟ عامله ايه؟ عايزاك. حضرتك سحبت من البنك 50,000 جنيه في شهرين بس. ممكن اعرف ليه؟ منى صاحبتي، انتي عارفاها، مسافرة بيروت وكانت محتاجة فلوس لحد ما باباها يبعتهم لها. ما بعتهمش قبل ما تسافر ليه يا ترى بقى؟ حصل مشكلة في تحويل الفلوس وحاجات كده، أنا مش فاهم قوي يعني، بس هي أكيد هترجعهم لنا يعني. اوكي، أول ما ترجعهم تبلغني، مفهوم؟ اوكي. لسه برضه مفيش اخبار؟ لا مفيش. ان شاء الله خير. على يا روي. ليك تليفون معايا. سلام. ايوه يا باشا، هو قدامي اهو. الو انسي، تشكر يا مع التوصيه. عيب يا حلوه ما تقولش كده، احنا اخوات يا راجل. يا كبير خليك معايا علي ثانيه واحده. ايه يا كابيلو في ايه؟ البضاعة كلها ملفوفة وجاهزة، مش فاضل بس الإشارة منك يا كبير. طب روح جهز لي كاس. أوامرك. يا حلوه ابن عمك معاك اهو. يا علي ازيك؟ راشد ازاي تعمل فيا كده؟ يا علي ازاي؟ غصب عني يا علي والله، فرشحت مني وما عرفتش اللي معاهم. طب اهدى بس، طب كنت عملت معاه.
هقول لك يا سيدي كل حاجه. تقول ايه يا راشد؟ تقول ايه؟ سايبني كده؟ طب اهدى بس. طب كنت عملت معاك قول في ايه؟ انا ذبحت الونش. قتلت الونش؟ انت مجنون يا جدع اهدى وافهم يا جدع. اترازل على مراتك كذا مره وعورته وما ارتجعش. وسلمني هو وابو هناء اعمل ايه؟ البس طرحه. يعني الحكومه بتدور عليك دلوقتي يا غول. فتون فين؟ معرفش. ازاي ما تعرفش عنها حاجه؟ ده انا سايبها امانه في رقبتك. طب اعمل ايه طيب؟ واحده مجنونه والتانيه طفشت، تعمل ايه؟ ما هي ما بتسمعش الكلام. عسليه طفشت؟ عرفت يعني؟ اسمعني يا راشد، تجيب فتون تحت ايدك. حاضر. اطمن عليها وبعد كده تدوروا انت وهي على عسليه. حاضر حاضر يا سيدي حاضر. هجيبها تحت ايدي هنا. حاضر ماشي. فتون لو يا راشد، فتون. مش عايز اسمع حاجه، مش عايز اسمع حاجه. فتون. الله. سمع الله لمن حمده. الله. سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. مش عارفه افتكر الرقم. ده صوته. ازيك يا عم جميل؟ انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه، قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيك ازاي يابا؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، انا كنت قلت لك مره ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس انا رجعت في كلامي يا عسليه. رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مره، ولو مره واحده. حاضر حاضر، هجيلك والله العظيم هجيلك. بس انا لوحدي، لوحدي يا عسليه. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيشي وتفتكري. ربنا يخليك ليا يا رب. بقول لك ايه، تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيدة الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا وانفخوا الابواب. اقعدي.
تسحر. غمض عينك. فتحي. يا لهوي، بتاع مين الدهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في ال10 سنين اللي فاتوا كل ما يجي لي فلوس نشتري دهب، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ البسي كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انت مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا. ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميله. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسساني ان انا حرام يا زينب؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربيه، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5 6 اطقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي. انا عايزك مبسوطه بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوه دي ابدا. بقول لك ايه، انا اروح اشوي لك دنسايه. ماشي. طب والهريسه؟ الهريسه نحل بيها بعد الدنسايه بقى. طب وبعد الهريسه؟ هي دي عايزه كلام. هنقيل شويه. عيل. حصرين على المطبخ يا وزة. يا لهوي. بدفع مرتبات في الشهر يجي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا، حريم، رجالة، جوه وبره، وفيهم بشوات. يا لهوي يا أنسي، ده انت بقيت مافيا. لسه أنا يا دوب حلقة في السلسلة، وعايز أشبكك جنبي، بس واحدة واحدة. بونو يا ازاي؟ الواد ضايع. يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انسي؟ هروح اجيب سكر. اقعدي اقعدي، انا بحب اقعد معاكي. اقعدي. غنوة حكيت لي على ليلة الواد راشد وليلة القسم. كانت ليلة سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمة اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش اي حاجة. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص تاني. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمة الكباريه يا ماما، هخليكي نجمة الكباريه. انا في الكار بقالي 30 سنة بعون الله، شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحدة واحدة. انما انت شربات، دمك خفيف، لونة، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجة. خلاص اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد ده اللي قالب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين 4 حيطان ومسجون دلوقتي؟ هيخرج. ما تعرفش علي. علي ده فتوة جدع، دمه حامي. تصدق انا غلطانه اني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل ايه بس لولا الحاجه؟ ما هي الحاجه لسه موجوده يا طنط، الحاجه لسه موجوده. بموت في السماره. بصي يا طنط، عشان انتي حبيبتي انا هعمل معاكي حاجه ما بعملهاش مع حد خالص. انا هديكي 1.5 مرة قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي
هترقصي يا حبيبتي؟ انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من وراه عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايزه اعملها. بصي يا حبيبتي، انا اقدر بعون الله اخدك كده هيله بيله واشيلك وارزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك، بس انا مش هعمل كده. انا بحبك قوي كمان. انا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك وتاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربايه فين؟ مشرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي ماله؟ بيربي سحالف وتعابين. مش الحربايه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي انا مالي. طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتأذيش، دي ولا حاجه خالص. بقول لك ايه، ما تجيب من الاخر كده وتقول لي انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. البت لوزه، بس يعني واخداها جد قوي. ما تفهمنا في ايه؟ لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس 5 كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني، هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم، ما تقلقش. هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنكم. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاجه. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقه واحده احمر اللحمه واجيلك. لا لا لا، تعالي انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شويه. انا بس عايزه اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجه، في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا، يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخلوهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه، مركزه معاه. مالك يا بنت متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكالك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب، بس يعني تدلعه، تنخشه، ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ اعرف. دي السجاير ودولت ال70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحده بكام؟ الواحده ب15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك. بتغلوا على الناس ليه؟ الناس تتعارف. وانا اعمل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيدي ب2.5. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك 1.5. 1.5 ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجيلنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من طرف اختك عسليه. والنبي هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل.
بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت متداريه شويه. يا اختي دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي اركبي. لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود انا متخيل. انت فين يا وزة؟ معقولة سايباني ده كله؟ تعملي ايه جوه؟ تعالي ده في اخبار منيلة. ادي قطرين دخلوا في بعض اهم. دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. كريم خلاص ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا يا دكتور. طبعا. الو فضل. الاسعاف الحقنا. بقول لك لحضرتك ايه، بكلم الاسعاف. عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن، الحقونا عايزين ننقلها اقرب. يا صلاح استنى بس هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي. قول له خلاص. طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه. انا هتصل بيه دلوقتي اخليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس بسرعه. يلا واحد الله خير. نعم بالله خير خير. توفيق يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا لشقه الحاج صلاح. يلا. اللي ليا في الدنيا زينب جهزيها يا بنتي جهزيها. واحد الله اقعد انت. لا صلاح امسك نفسك صلاح. عارف استقبلنا ان شاء الله. وحياة النعمة الشريفة لا خلي عليه بهدلة. انت بتخطفني يا راشد ليه؟ ليه يا اخي؟ هو انا كنت سرقت منك سريعة وهربت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي. جوزك بعضة لسانه هو اللي قال لي حضرك هنا. انت كلمت علي؟ هو كلمته وهخليكي تكلميه. اطلب لي عليه يا راشد. هيطلبوا ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل، وعلى فكرة هم في السجن متربيين قوي بيناموا بدري. هو مين ده؟ ده أنسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده ايه؟ انا مروحة بيتي يا اخوي. خدي هنا. اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل اول شهر وادفع الفاتورة تبقى راجل. ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضل. طردته. جالي امبارح يا اخويا وطردته وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقة 2 و3. مش مصدق بقك يا فتون. ان شاء الله عنك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان. نقي لك حيطه كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتطفحوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. الصباح ربح يا شيخ. هو مين ده؟ يا زينب بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق. خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح نعم. وانا بجيب معاك مفاتيح الشقه نسيتهم. حاضر زينب بقول لك ايه؟ غطيها كويس ده الدنيا برد. حاضر يا عم صلاح على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه. العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيلي يا عبد العزيز. يلا واحده يا رجاله. على مهلكوا عليها على مهلكوا. افتح الباب. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام وعمود الفقر سليم. متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص. ارجعها البيت ازاي بالحاله دي؟ يعني امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش الكلام ده. دي تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شدة وتعدي وانت ست مؤمنة. قولي يا رب. قوليها في قلبك يا حبيبتي.
يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله دي؟ حاولي تقولي أي حاجة. ما تتكلمش يا دكتور. معقول عليا حاجة. تعرفوا ان المستشفيات بتعالج الناس؟ أنا مش فاهمة منك حاجة. قول لي يا دكتور اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي لا بتتكلم ولا بتنطق؟ يا فندم احنا ما قصرناش معاها صدقني، ارجوك اهدى. يا دكتور المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، انما مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم اهدى ارجوك. استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجة غلط، ده بيقول إن الحاجة الحمد لله كويسة. اللهم إني لا أسألك رد الخطأ ولكن أسألك اللطف فيه. استغفر الله العظيم. محروس فين كل ده؟ حسنت يا ستي، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. خطفني ووداني عند واحد صاحبي. انا اللي قلت لراشد يخطفك. عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشره. ده قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفرمك. انا عارفك وقاريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ انت بتتكلم من عند انس صح؟ اسمعي يا فتون، وكتاب ربنا لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي الرجالة، أنا هسمع كلامك، هفضل قاعدة مع صاحبك وابن عمك دول. مش أنت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص. هفضل أكلمك في التليفون، وكل ما أكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيدي الرجالة. مجنونة. ايوه يا علي. اهدى بس يا علي. طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك. اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي اهي ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. أنا أفضل قاعدة في المغارة دي السنين دي كلها عقبال ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس لا سمح الله؟ علي عايز يطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه هنخلصها، ناكل اكله سمك جامده ونشم شويه هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندريه امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون. ولما هي مصلحه ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ انت شايفها زهقانه؟ هنفسحوك يا فتون. أنسي، ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد، اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جعتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو يرقيها العلي يعني. العظيم. صدق الله العظيم. عايزة كده؟ صدق الله العظيم. يعني إذا كنت عايزة كده ده هيبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح، أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هو محضر لك شوية اشرح لي صدري ويسر محضر لها لي شوية أمري أكل واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والحمد لله. الله أكبر ولا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا
لا انا ما اقدرش اقول اني حبيته. اصلي لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي وانا اعيش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا ام صباح هتخف؟ كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا. لما الحرب قامت قلنا ننزل على مصر، وإحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل. بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابة على أبويا وأخويا قتلوهم، ذبحوهم قدام عينيا. ما بقتش عارفة أعمل إيه بسبب إنهم كانوا طالبين فدية، طالبين فلوس، وأنا ما كانش معانا فلوس ندفعها.